عارف اللحظة اللي بتمسك فيها كيس السكر وتفضل تبص في التاريخ، مش عشان خايف يكون منتهي الصلاحية، لأ، انت بتحاول تقنع نفسك ان السعر اللي مكتوب ده اكيد غلطة مطبعية. اهلا بيكم في 2026، السنة اللي بقينا فيها بنتعامل مع البيض كأنه قطع غيار أصلية، والزيت كأنه عطر فرنسي. الغلاء في مصر مش مجرد خبر في النشرة، ده بقى ضيف تقيل قاعد معانا على الطبلية وبياكل معانا من نفس الطبق. لا، ده بياكل طبقنا احنا شخصيا. النهاردة هنفصص الحكاية واحدة واحدة. ليه الأسعار بتجري واحنا بننهج وراها؟ وهل فعلا في ضوء في آخر النفق ولا ده قطر اللي جاي؟ بص يا سيدي، بلغة الأرقام اللي توجع الدماغ، التضخم نزل شوية عن سنين التعويم الكبير، بس المواطن بيسأل سؤال منطقي جدا: ليه انتوا بتقولوا التضخم نزل امال انا ليه لسه بدفع اكتر؟ الحقيقة يا جماعة ان نزول التضخم معناه ان سرعة زيادة الاسعار هي اللي قلت، مش ان الاسعار هي اللي رخصت. يعني لو الحاجة كانت بتزيد كل اسبوع 10 جنيه، بقت بتزيد كل شهر 5 جنيه. لسه بتزيد بس على الهادي خالص. بقينا نشوف ناس في السوبر ماركت بتعمل دراسات جدوى عشان تشتري كرتونة بيض اللي كان بيجيب 2 كيلو فاكهة بقى بيجيب بالواحدة، ويقول للراجل: ما تديني تفاحتين وموزتين يا عم محمد، اصل عندي ضيوف وعايز ابهرهم. ووصلنا لحالة صعبة جدا. تعالوا نجيب من الآخر مين اللي غلى العيش علينا. وبنوصل يا صديقي هنا لثلاث عوامل رئيسية هما اللي غلوا الأسعار علينا. أولا، الدولار بقى عامل زي البعبع رغم استقراره في 2026، بس لسه كل حاجة بتتسعر عليه: المواد الخام، العلف، قطع الغيار، كله بالدولار. المتهم التاني معانا الحرب هنا والتوتر هناك، لأن مصر بتستورد جزء كبير جدا من أكلها، وأي خناقة في آخر الدنيا إحنا اللي بنلبس فيها. المتهم التالت هو التاجر اللي مدي لضميره أجازة: مش هنرمي كل حاجة على الحكومة والدولار. في تجار ربنا يهديهم بيخزنوا السلع ويستنوا السعر يزيد عشان يبيعوا بأسعار أكتر. جبت الاسعار الفلكيه دي منين؟ 700 هات لي المبيعات 700. في لحمه بتتباع في مصر ب 700 جنيه. دور المخزن ده فاتحهم بتنظيم مين؟ وهنا فنون الصمود المصري قدام الأزمات وغلو الأسعار. مثلا ست البيت: والله يا ابني احنا بقينا بنخترع اكلات. عملنا للعيال بفتيك كداب، وعملنا كفتة رز نصها رز وبصل والحمد لله مستورة. وبنيجي هنا للموظف الغلبان: أنا بقيت بشتغل شغلانتين وبرضه المرتب بيخلص يوم 5 في الشهر. بنمشيها بالستر يا صاحبي. انا بشتغل 3 شغلانات عشان ادفع بيتي. من 8 الصبح ل 3 العصر انا موظف حكومي، ومن 3 العصر ل 11 بالليل انا كاشير في مطعم، وسواق على اوبر من 11 بالليل لتاني يوم 8 الصبح. بشتغل 24 ساعة. المصريين في 2026 بقيوا أساتذة في الاقتصاد المنزلي. فكرة بدائل السلع بقت هي الحل. اللي كان بيجيب ماركة غالية بقى بيجيب ماركة على قد الإيد، والناس بدأت ترجع لثقافة التموين والمبادرات زي أهلا رمضان وكلنا واحد. الحاجات دي هي اللي بقت شايلة الشيلة مع الناس. طب والآخر هنفضل نشتكي؟ الحل مش في إيدي ولا إيدك لوحدنا. الحل في كلمتين صغيرين، وهو صنع في مصر. طول ما احنا بنستورد الاستيكة والبراية بالدولار هنفضل تحت رحمة السعر العالمي. في 2026 بدأنا نشوف مصانع مصرية بتكبر، ومزارع بتنتج،
وده هو الرهان الوحيد إننا ننتج اللي بناكله ونلبسه. وفي الجانب التاني يا صديقي، احنا محتاجين رقابة بجد. مش معقول المحل اللي في أول الشارع بيبيع السكر بسعر، المحل اللي في آخر الشارع بيبيع بسعر تاني مختلف. فين حماية المستهلك وفين الوعي بتاعنا إننا نقاطع المستغل؟ في النهاية الغلاء غول، بس المصريين أجدع من أي غول. مرينا بأزمات أصعب من دي وطلعنا منها، ستات بيوت بطلات ورجالة شقيانة بجد. الغلاء بيعلمنا التدبير، بس كمان بيفكرنا إننا محتاجين نحس ببعض. لو جارك محتاج شيله، لو تاجر اتقي الله في الناس. الأزمة هتعدي زي غيرها. مصر شافت كتير ودايما بتعدي، بس ياريت لما تعدي نكون اتعلمنا الدرس إن الإنتاج هو الأمان، والرحمة هي اللي بتزود البركة في القليل. تصبحوا على أسعار هادية وجيوب مليانة وراحة بال ما بتتقدرش بتمن. سلام يا صديقي.